اهلا بحضراتكم. ضيف النهارده هو ابراهيم راشد، كان ضيفي قبل كده، هو ابن محافظه الشرقيه. طبعا بدأ حياته الغنائيه منذ الصغر، شارك في العديد من المسابقات، لكن طبعا البدايه الحقيقيه بتبقى بفكره الاعتماد من الاذاعه المصريه. تم اعتماده كمبتهل، وايضا انضم لدار الاوبرا المصريه وهو عضو في فرقه نويرة. والحقيقه طبعا هو فاز بجائزه قلت لي زويل للابداع، وطبعا فاز بالعديد من الجوائز، وهو صوت مميز، صوت بيغني الشرقي كده، عنده احساس مختلف. اسمحوا لي ارحب بيه واقول له منورني النهارده. اهلا بيك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين وكل سنه وحضرتك طيبه وانت بألف بمناسبه خير. حلول شهر رمضان المعظم. وانت بألف خير ابراهيم. ابدأ معاك من البدايه. البدايه مين اللي ساهم فيها، بابا ولا ماما؟ والله الاثنين يعني. بجد؟ الاصوات. كانوا داعمين ليك قوي. الوالد قارئ قران هايل. كريم، عنده الموهبه اه. الدينيه، مم. والوالده تبقى برضه صوتها كويس عشان جدي رحمه الله كان مبتهل كان اكيد قارئ قرآن، للقرآن. حافظ القرآن في حضرتك. كان زمان كتاب كده على المصاطب وانت الفلاحين. حفظت طيب القرآن الحمد وانت لله صغير؟ من الصغر يعني. لازم، على آه. اساس ده بيدربك على السمع الجيد مخارج الألفاظ اه. وطبعا يعني اللي ملوش قرآن ملوش عنوان. بس البداية كانت في الابتهالات، ايه اللي خلاك تروح للغناء؟ صحيح انا يعني ايوه انسجمت حضرتك مع الليالي الدينيه اللي كانت بتتعمل في القريه الريفيه عندنا، تمام. وفي القرى اللي حوالينا الموالد. مم. كنت اسمع الناي، اسمع المزيكا، اه. ما كل يغني على شاكلته زي ما بيقولوا. صحيح. ولكن بقى ابتديت امدح في سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم، افضل الصلاة والسلام. واقدم الالوان المختلفه الشعبيه اللي هي قريبه من القلب. اه. زي مثلا احلى حروف الكلام لما بقول يما، الله. بمناسبه عيد الام يعني. طب ايه رأيك بقى تسمعنا حاجة؟ نبدأها بعيد الأم ولا تبدأها بأغاني عادية؟ مفيش احلى من الام يعني. يلا نقول. يلا. كلمات الدكتور عمرو لطيف ابن هاي. طنطا. فهنقول يا نسمة وقت السحر. يلا. أماه يا أماه يا أماه، وأنت الغالية دوما ايوه. يا أماه. وإن حل الشتاء فأنت شمسي، الله. وفي حر المصيف أراك ظلي. وإن حل الشتاء أراك شمسي، وفي حر المصيف أراك ظلي. وأنت سعادتي في كل بؤسي، وبعض البعض أنت وكل كلي. الله. على نغم الصفاء حضنت أمي، وذوبني الحنين مع التجلي. دموع الشوق همت في منامي، ونبض القلب مشغول يصلي. يا نسمة وقت السحر، يا درة فوق الدرر. يا نسمة وقت السحر، يا درة فوق الدرر. أنت البداية أنت لي، شمس الحقيقة والقمر. أنت البصيرة والبصر، وقضاء خير والقدر. أنت البصيرة والبصر، وقضاء خير والقدر. لك سيرة من حسنها، لك سيرة في حسنها. تتلى كما تتلى الصور، تتلى كما تتلى الصور.
أماه قد غلب الهوى والقلب هم وقد نوى. أماه قد غلب الهوى والقلب هم وقد نوى. والصبر أرق مهجتي يا طب روحي والدواء. أغلى لدي من الولد تسري بروحي والجسد. أغلى لدي من الولد تسري بروحي والجسد. فهي الحياة وجنتي فهي الحياة وجنتي وهي الأمان هي السند وهي الأمان هي السند. الله الله. بس حاسه ده يعني لحن اندلسي اكتر. حاجات من طبعا حضرتك لازم لابد ان الانسان يسمع ويشرب من الموسيقى الشرقيه والغربيه. وطبعا احنا ما بنقولش مثلا نسرق جمله. احنا ممكن الواحد مننا يتعايش مع جمله يلاقي نفسه الكلام جديد قدامه يرتجل، بس اكيد هتلاقي جديد في الجمله. يعني انت ليك قناه على اليوتيوب؟ ليك متابعين؟ قناه الفنان ابراهيم راشد. الناس لسه بيحبوا يسمعوا القديم يا ابراهيم؟ والله دار الأوبرا المصرية بيحضرنا شباب جميل بيتذوق. يعني حضرتك أنا بحب أتكلم باللغة العربية شوية طبعا، ولكن أنا مش هبقى زي الناس يعني المتمكنة في اللغة العربية. ولكن من كثرة إن أنا بقول ابتهالات دينية عبر يعني أسير الإذاعة المصرية في التخطيط الديني اللي هو له يعني بقول هضبة الإذاعة المصرية. طبعا. التخطيط الديني في الإذاعة الأستاذ علي مسعود والنخبة اللي حواليه بصراحة بيسهروا حضرتك في الفجر علشان يمتعوا المستمعين، عشان أذان الله يطلع في الفجر. لا وبعدين احنا بننتظر ده كمان في فترة رمضان. كلنا يعني لازم نسمع الإذاعة المصرية، سواء يعني وقت المغرب ما نفطر وكمان وقت ما يجي وقت السحور كلنا ننتظر يعني عايز أقول الإذاعة لحضرتك المصرية. إن الإذاعة شغالة دايركت مدى الأعوام. صحيح يوميا. صحيح. التلفزيون المصري بينقل بس في رمضان يعني. طب أنا عايزة أسألك على حاجة. اعتمادك في الإذاعة والتلفزيون ده مثل نقلة في حياتك؟ والله نقلة جميلة جدا، لأن أنا معتمد مطرب ومعتمد مبتهل. اتنين الاثنين. دخلت دي لجنة ودي لجنة. 2002 مطرب و2003 مبتهل. تمام. يعني لما لقيت حرب شويه من المشايخ ان ازاي هتبتهل وازاي هتغني رحت سايب لجنه الابتهالات. بس انت اعتمدت في اللجنتين. ولكن معتمد. ولكن السوشيال ميديا بقى حضرتك ما فرقتش دلوقتي بين الغني والفقير او المبتهل والقارئ. النهارده اللي بره ممكن تكتشفي من خلال السوشيال ميديا مواهب مش معتمده. انت فاكر لما سيد النقشبندي يعني بليغ لحن له حوله لمطرب مش مبتهل، وخلى سيد النقشبندي مولاي دي يعني ليه باقيه الى الان؟ لان اللحن والاداء بيأدي كمطرب. وان شاء الله كمان هغنيها باذن الله في دار الاوبرا يوم 7 ابريل. يوم اول خميس في رمضان على مسرح الكبير في ذكرى في الليالي الرمضانيه، وهعمل دور المسحراتي للفنان سيد مكاوي بالنضاره والطبله. دي من الحفلات اللي بتجهزوا لها دلوقتي؟ انا بعملها كل سنه. الله حلوه قوي. ده الماستر صلاح غباشة كان في ذكرى الشيخ سيد مكاوي. قال ايه رايك نعمل دور كذا؟ دور المسحرات حلوه قوي. قلت له بصراحه يا مايسترو انا مش هينفع البس نضاره. يعني هركز في العبايه ولا هركز في الطبله ولا هركز في الكلام. لغايه لما حضرتك انا تقمصت الشخصيه ان انا فعلا كفيف. اصل التدريب على الاداء ده تدريب ان المطرب يبقى مركز في صوته بالظبط، وبعدين جمال صوته بس. لكن يعني الكلمات حضرتك هو عمل 30 ليله زي ما حضرتك الناس يعني الشاعر صلاح جاهين او الكاتب اللي كتب له 30 ليله رمضانيه. فؤاد حداد. ايوه الشاعر فؤاد حداد حضرتك. اصل الاستاذ صلاح جاهين كان تحس ان هم تيبيكال ليالي واحده بالظبط اللون واحد. فالشاعر فؤاد حداد حتى يعني بحيي الفنان محمود حميده على الهوا كان عرفنا عليه الموسيقار رحمه الله عبده داغر. قال لي انا عايزك تحفظ اشعار الفنان فؤاد حداد. طبعا تفاجأت لقيت الفنان محمود حميده حافظ طبعا ده كان بيأديها في الأمسيات الثقافيه. طبعا محمود حميده في الفنان المثقف. فهو بقى يقرا لي تفاجأت يعني حضرتك ان هو يعني
متمكن طيب. جدا في الكتاب. ايه رأيك نسمع حاجة؟ نقول حاجة للشيخ سيد مكاوي ولا يلا. نقول؟ لا انت قلت لي النقشبندي، هسمعك حاجة للنقشبندي. ما نخليها مفاجأة للجمهور في طب يلا. الحفلة. نقول يلا. انه عشان رمضان بقى نقول طب اصحى يلا يا عشان نايم. الوقت لا يسرقنا. اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، وحد الرزاق رمضان كريم. في الثقافية القعدة حلوة والله وهنية، بالنادي ربي إله كريم. مع الفنون نغم وجنون والكل يهون، في حب طه سيدنا النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وارفع والسلام. ايديا وتقوم عينيا وقلبي يعلى وشفتي. يا حي باقي اسمع دعائي واغفر لي ضعفي وخفتي. يا رب عطفك انا لولا لطفك ايدي ما تمسكش دفتي. اهديني رحمة ودنيا رحبة، اتقن جهادي وحرفتي. يا ربي أسألك بحق الليلة دي يا رب كرامة المؤمنين والنصر المصري دي بلادي. اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم. إبراهيم راشد نورتني، شكرا ليك، ميرسي لوجودك النهارده، كل سنة وانت طيب. شكرا مشاهدينا، دي كانت آخر حلقة لينا في هذا الشهر. نتقابل مع حضراتكم في تون ولون في شهر رمضان. انتظروني أنا والزميلة غادة وفريق العمل. شكرا لحضراتكم.